خلاص ماتش الاهلي خلص بالتعادل مع شبيبة القبائل في الجزائر 0-0 في ماتش من اسوأ الماتشات للاهلي. كل ماتشات الاهلي بقت وحشه قوي، سواء دفاعيا سواء هجوميا سواء خروج بالكوره سواء اي حاجه في الماتش. الاهلي ما بيعملش حاجه، ما جالوش الا هجمه واحده طول الماتش بتاعت محمد علي بن رمضان اللي شاطها في السما. محمد علي بن رمضان اصلا عليه علامات استفهام كتيره، بس مش فارقه قوي يعني. محمد علي بن رمضان مستواه وحش من اول لما جه الاهلي، ما لعبش الا ماتش بورتو حلو وبعدها ما لعبش كوره. في حسنه واحده بس في الاهلي، هي مصطفى شوبير. مصطفى شوبير احسن حارس في مصر، ممكن من احسن حراس افريقيا، مستوى ثابت، قوه شخصيه يعني بطريقه صعبه. بس الواد ده مظلوم جدا في الاهلي بصراحه يعني. عندك يستروب ده مدرب عليه علامات استفهام كتيره قوي. الاهلي ما بيلعبش كوره خالص في اي ماتش قصاد اي فرقه، بكميه النجوم اللي عنده ما بيعرفش يطلع بالكوره، حتى النجوم ما لهاش تاثير خالص في الملعب. فاهم حاجه الصعود، والاهلي صعد خلاص اصلا.